الحركة حكيمي كتلخص المعاناة ديال الأفارقة والعرب مع القوى العظمى في كل المجالات، وتلخصات البارح في كرة القدم، لأن المنتخب الوطني كان ضحية هويته وضحية انتمائه وضحية جذوره العربية والإفريقية، هي اللي خلاتنا ما نكونوش في المقابلة النهائية اللي كنا نستحقوا أننا نكونوا فيها، رغم كل ما كان كيتقال في الصحف اللي بعيدة كل البعد على المنطق وعلى المصداقية. المنتخب الوطني بين على علو كعبه في هذه النسخة من كأس العالم وبشهادة الملمين بكرة القدم، لأنك ما تقدرش تمحي الحقيقة. المنتخب الوطني تظلم على مستوى التحكيم، تظلم كل الظلم وتظلم بشتى الوسائل، وخير دليل هي ضربة جزاء ديال بوفال اللي تحرمنا منها، وحتى في الترتيب تحرمنا من ضربة جزاء كانت تقدر ترجعنا في المقابله، وكانت تخلينا باقين عندنا حقوق وحظوظ باش نكونوا حتى حنا من الفائزين في هذه المقابلات بجوج. المنتخب الوطني كانت نيه مبيته باش يتقصى، كانت محاوله ونيه مبيته باش المنتخب الوطني ما يكونش، نظرا كيف ما كنقولوا المستشهرين والناس الكبار في مجال الاستشهار والرعاة الرسميين الكبار ما كيحبدوش يكون بلد عربي او افريقي في النهائي، نظرا للدعايه والتسويق اللي كانوا راسمينه لكاس العالم، لان احنا كنا ضحيه الجذور العربيه وضحيه مؤامره تسويقيه وضحيه اشارات وضحيه منظومه كانت ضد المنتخب الوطني. حكيمي لخص المشاعر ديال جميع المغاربه، لان هذا ظلم، لان ملي كتظلم كتنسى المنصب ديالك، كتنسى مكانتك، كتفكر بانك تقلب على حقك وتسترجع حقك وتقلب على الانصاف ديالك. لان حكيمي لخص معاناه الافارقه والعرب، او بمعنى اصح الدول الصغيره مقارنه مع الدول الكبرى، لان احنا كسرنا القاعده ديال الدول الاوروبيه والدول اللاتينيه هي اللي كتكون من اضلاع المربع الذهبي، من الناس اللي مؤتتين المربع الذهبي نصف النهايه، اللي احنا كسرنا القاعده وعكس المعهود وعكس المتوقع. المنتخب الوطني كان معجزه وحقق المحال. برافو لهذا الرجال، ما تفوتنيش الفرصه باش نوه بهذا الرجال وبمهندس الملحمه وليد الركراكي اللي بالنيه حقق الاحقيه وضرب العالميه، لان اقتحمتي العالميه وحنا كنبقاو كبار. وبرافو لهذا الجيل. ابوناو معنا في قناه يوتيوب وفعلوا الجرس.